هنتكلم عن الفصل العاشر والأخير اللي هو Dermatological و Venereal Disease اللي هي الأمراض الجلدية والتناسلية. وهنا اسمها أمراض جلدية يعني بتصيب الجلد. فمن هنا هنبدأ ننطلق ونشوف أشهر الأمراض وإزاي نتعرف عليها واللي هنشوفها في حياتنا وفي الكارير بتاعنا وضمن شغلنا. وهنتعلم طريقة الانتقال، وده أهم حاجة أصلا، إن الانتقال والعلاج أو يسموه الوقاية خير من العلاج، وإزاي نتجنبها أصلا، وهنعرف طرق العلاج بتاعها. وكمان هنبدأ نشوف ازاي نتعامل معاها سواء تريتمنت او دريسنج بتاعها، ثم هنعرف الأعراض بتاعتها اللي هي بتكون مصاحبة ليها أو سبب إن هي الأمراض الباطنية. في أمراض عندنا بتكون نتيجة البارازيتيك انفكشن أو الطفيليات زي الجرب أو السكيبس. ده حاجة معدية، فعلا معدية، وتيجي في الامتحان هل هي معدية ولا مش معدية. أو هتلاقوا الأسئلة بعد الفصل ده في شوية أسئلة حلوين، إن هو بيقول لك contagious يعني معدي، caused by scabies mite، حشرة صغيرة اسمها حشرة الجرب أو السكيبس. الانكيوبيشن بتاعته فترة مميزة حوالي 14 يوم أو أسبوعين، يبقى لازم نخلي بالنا من الانكيوبيشن بيريود بتاعتنا، يعني من الفترة ما بين الإصابة بالمرض لحين ظهور الأعراض. الانكيوبيشن بيريود بتكون حوالي 14 يوم أو أسبوعين أو 2 weeks. السيمتومز، المريض الجرب أي حد بيهرش أو بيهرش هرش زيادة قوي في العامية بتاعتنا أو في الدارج بيقول له أنت جربان يا ابني أو عندك جرب، عن سبيل الدعابة والضحك. إنما هو فعلا المريض ده بيكون عنده severe itching، وخاصة فترة قبل النوم. وبعد كده ممكن يعدي كل اللي حواليه واحد أو أكتر، more than one family member، ممكن ينتشر في العيلة كلها. طيب الديزيز ده بينتقل ازاي؟ عن طريق الكونتاكت المباشر، اللي انت تلمس حد او تلمس حاجة مش نظيفة فيحصل انفكشن. يبقى هنا طريقة الانتشار الكونتاكت، يبقى هي سكين ديزيز بينتقل عن طريق الكونتاكت. الديزيز يبدأ بسمول بابيول، فئة صغيرة خاصة ما بين الفينجرز، وبعد كده يبدأ ما بين الرجلين والارمز والارموبايتس والساكس والجينيتال واندر بريست في الوم. كل دي أماكن وظهور تبدأ تظهر تدريجي، وبتبدأ تكون هرشها صعب جدا. It is noted that the disease doesn't affect الفيس ولا الأبر باك. من ضمن الحاجات المميزة إن الديزيز ده أو السكيبز مبيأثرش على الوجه أو الأبر باك، المنطقة العلوية من الظهر. طيب التريتمنت، بما إن المرض معدي يبقى أول حاجة نعملها إحنا بالنسبة معانا هنعمل ايزوليشن، هنعزل المريض، البيشنت لازم يبقى ايزوليتد. وكمان البيدنج بتاعته والتولز والحاجات دي لازم تتغسل كويس وتتغسل لوحدها مش مع حد. طيب لو البيشنت في الهوسبيتال عندنا في المستشفى هنعمل ايزوليتد، عندنا اوضه الحجز العزل، فيتحجز فيها ويتعزل. ولازم إدارة المستشفى أو المستشفى تكون عارفة الموضوع ده عشان يتعامل معاملة خاصة. طيب بنعمل بنتريت البيشنت وكل الفاميلي. ليه؟ كلهم في نفس الوقت عشان ممكن يكون هما لسه في فترة الحضانة ومظهرش عليهم الأعراض، يبقى كلهم بيتعاملوا simultaneously، يعني في نفس الوقت. simultaneously يعني في نفس الوقت، ودي نقطة مهمة. يبقى هو ممكن يعدي بيتعزل، ولو ظهر في عيلة أو في أسرة لازم كل العيلة أو الأسرة تتعالج في نفس الوقت، لأنهم ممكن حتى لو الأعراض مش ظاهرة عليهم بعد كده تتحول وتكبر وتبدأ تكون مشكلة. طيب بما ان في هرش كتير، فاحنا اول حاجه هندي للبيشنت انتي هيستامينيك. انتي هيستامينيك يعني دواء الحساسيه او مضاد الحساسيه، عشان اقلل الهرش. واحنا عندنا السيمتومز نعلمهم ببعض. سيفير ايتشنج يبقى اوتوماتيك في هيستامين او حساسيه نتيجه الهرش، هدي انتي هيستامينيك. تمام. وبعد كده هندي التوبيكال تريتمنت، لان السكيبس ده حشره بتفحر خنادق وفحر تحت الجلد، تبدأ تتحرك وتمشي، فمن الشها بتعمل هرش أو حكة شديدة. هي حشرة صغيرة ممكن نشوف صورتها على النت. بنعمل توبيكال تريتمنت، بيستحمى بمية مية دافية وصابون، ويعمل سكرابنج للبادي ويزلوف. لازم يتعمل سكراب جامد، عشان هي قلنا زي ما قلنا تحت الجلد. in the evening before the bed and after drying the body. بتدي مرهم زي البنزايل بنزويت أو الليندانان، أو يسموها الجمين، أو البيرمثرين أو الإكتوميثرين. دول أشهر حاجات الإكتوميثرين كانوا زمان، دلوقتي الفترة
منتشر إن هو يعمل إيه بيطفش النمل أو يموته أو الحشرات وهكذا. فدول كلهم علاجات: بنزويت، لندانان اللي هو الساموجامين أو بيرميثرين أو الإكتوميثرين لكل البادي ما عدا الراس، وإن الراس هي كده مبيجيش فيه. repeat treatment for 3 days consecutive days، يبقى بنعالجه 3 أيام متتابعين بالطرق الحاجات اللي احنا قلناها دي، إن هو حمام مية دافية، يعمل سكراب للبادي باللوفة، وبعد كده يبدأ يرش الايه الاوينتمنت بتاعنا أو الغسول. تاني حاجة عندنا من الحالات الجلدية البيديكيلوزز أو الهيد لايس أو الأمل أعزكم الله وعافاكم. ده بارازيتك انفكشن برضو، بيتأفكت فين؟ هنا مخصصة للسكالب، منطقة الرأس والهير، أي منطقة فيها شعر بيكون فيها. الديزيز ده بيجي في أطفال المدارس، وللأسف بقى منتشر تاني خاصة البنات لأن شعرهم طويل، بيعمل سيفير إيتشنج وابيرانس في البيمبلز اند بويلز، ده بيعمل خراريج وده بيعمل منطقة الرأس accompanied by a swollen lymph node في النك. منطقة الرقبة بيظهر فيها ايه السولين ليمف نود أو عقد لمفاوية منتفخة. التريتمنت بتاعنا إن الهير لازم يتغسل كويس، shaving is not necessary. بعض الأحيان زمان كانوا بيزهقوا منه بيحلقوا الشعر تماما، أو في الولاد بيحلقوا الشعر تماما وخلاص ويخلصهم. بيعمل كومب the hair thoroughly with fine toothed comb. كان زمان في مشط كده ناعم أو مسامته قليلة يعني ضيقة أو قريبة من بعضها، عشان الحشرة اللي موجودة إيه تطرد أو تمشي بعيد. وأبلاي أنت لايس كريم، وفي الغالب الحاجات اللي بتكون فاتت دي بتكون مناسبة ليه. تاني حاجة الديزيز أو السكين ديزيز اللي جاية من فيرال انفكشن. أول حاجة الورتس، القلو أو الإيه الحاجات اللي هي القلو أو الحاجات اللي هي بتبقى ظاهرة دي الورت، بتبقى زي ظاهرة بارزة في الرجل أو في الإيد أو في أي حاجة. أبير از أبابيول، حاجة كده بابيول، حاجة بارزة أو ظاهرة أو واضحة on the skin surface. الديزيز ده بيكون عن طريق التاتش. بيعمل itching؟ لأ مش itching. الديزيز spread to many body areas، ممكن يظهر في الوجه، في الهاند، في الفيت، فهو بينتشر ودي حاجة مهمة. ممكن يجي في الامتحان يقول لك هل بينتشر ولا لأ. There is a type of warts transmitted through sexual contact affects genitals بتاعتنا. من ضمن الورتس المشهورة أو الحاجات اللي هي للأسف صعبة التعامل أو علاجاتها صعبة، الورتس اللي بتيجي عن طريق السيكشوال كونتاكت وبتأفكت منطقة الجينيتال. جدير بالذكر من النقط المهمة جدا 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 الموضوع الليزر أو إشارة ذات الشعر بالليزر. في مناطق أو أماكن بتعمل الخدمة دي على سبيل اللي هي بتكون مقللة السعر، بس المشكلة بتكون في النظافة بتاعتهم، إن هما مبيعقموش الأجهزة كويس أو بينضفوها، فقد ينتقل الورتس ده هو أصلا فيروس من حد للتاني. هو لما بيشيلوا الشعر بالليزر قد ينتقل بيهم الميكروب من حد للتاني، وتبقى أصلا عدوى صعبة وصعبة التعامل وتحتاج الكي وتحتاج تعامل خاص شوية. فقدر الإمكان نحاول ما نسترخصش يعني، ونحاول نكون في نظافة شخصية، وبلاش الليزر أو تروح الليزر في مكان محترم وسمعته كويسة. الورتس كان بي ريموفد كاتري اللي هو بيتشال بالكي بالكهرباء، أو كريوثيرابي اللي هو التبريد الفريزنج، أو بالليزر. الليزر هنا علاج غير إزالة الشعر بالليزر، الليزر هنا مختلف عن الليزر اللي فات. الورتس كان افكت أو كان بي treated topically with salicylic acid، وده أحد العلاجات ولكنه بياخد وقت شوية. treatment of genital warts with podophyllin solution، ده محلول بيتحط عن طريق الدكتور وبيتغسل بعد 4 ل6 ساعات، لازم يكون تحت medical supervision أو تحت الفيزيشن. الشيلدرن بوكس أو الجديري بينتشر في الأطفال، دواء فيروسي فيرال ديزيز، بينتقل عن طريق الدروبلت، فدي مهمة جدا. دروبلت انفكشن زي ما خدنا في طرق انتقال العدوى قبل كده. افكت التشندرن في الغالب بيجي في الأطفال. الانكيوبيشن بيريود بتاعتنا حوالي أسبوعين 2 weeks أو 14 days. الديزيز بتاعنا بيبدأ سمول بابيول زين سمول فيسيكل، تبدأ في الأول حاجة بارزة بسيطة، وبعد كده تبدأ تملى مية، وبعد كده تبدأ تفتح، وبعد كده تبدأ يحصل فيه سخونية وتنتشر في الجسم كله. التريتمنت الميزة في الموضوع ده إن هو بيريسولف أو بيروق لوحده بعد أسبوعين، ولكن السكن
لازم تحط عليه انتيسبتيك عشان هو بيفتح ويفرقع وبتعدي المنطقة اللي جنبيها، هتبقى زي الفقاقيع كده، بعد كده تفرقع وتطلع من جواها وتطلع تاني، فده مش مطلوب. فانت مطلوب antiseptic and the crust shouldn't be removed from the skin and avoid scar. تحاول قدر الإمكان ما تفرقعهاش وتسيبها زي ما هي لحد ما تخف وتروح، إن كل اللي علينا إن انت تحط إيه antiseptic. هيربس سمبلكس، وده فيروس الهربس أو القوباء. الهربس بيبدأ small vesicles في skin redness. مين فينا غالبا بعد دور البرد جاله النطرة أو الحاجة اللي بتيجي حوالين الشفايف دي بتكون اسمها الهربس. والهربس ده بيتعالج بدواء فيروسات وليس بمضاد حيوي. مضاد حيوي يقتل البكتيريا. الهربس هنا هو فيروس. affect area near skin opening زي النوز والماوس بتكون واضحة. وفي نوع تاني من الهربس بينتقل عن طريق السيكشوال كونتاكت وافكت الجينيتال، بس ده نوع تاني خالص. تمام. المفروض نخلي بالنا من النوعين دول، بس الأشهر بتاعنا هيربس سيمبلكس تايب 1 اللي هو بيجي فين؟ عن طريق الفم، حول الفم أو الأنف. التريتمنت زي ما قلنا بيكون بنتبك الأنتي فايرال، بيتاخد أورالي زي حاجة اسمها الأسايكلوفير أو الزوفراكس، دي موجود منها أقراص، في موجود منها كريمات موضعية. توبيكال أنتيسبتيك لايك الكحول، كحول، وحاجة اسمها صبغة اسمها شفرة الجنتيانا أو جنشال فايلوت أو محلول أزرق، ده بتكون في الصيدلية برضو بتعالج بيها تحت إشراف الدكتور. في حاجة اسمها الهيربس زوسترز، الهيربس زوستر اللي هو الحزام الناري أو الشينجلز، أو كده في بعض الأحيان حد شافه أو شاف حد بقى مشكلته أو مثلا مو حزام لأنه بياخد جنب واحد من الجسم وبقى متحرك، يعني أكنه الحزام محدده حاجة كده لو واخدة خط واحد أو زي خط الحزام، يعني جزء منه متعمدي والجزء التاني ولا في أي شيء. فبيقول لك الديزيز ده بيظهر بانه يلو فيسيكلز، وبعد كده تبدا بريد سكين، وبعد كده يعني في منطقه معينه، وبعد كده بيقول لك لايك ديرماتوم على الارم او الليج، وبعد كده ممكن تظهر في الباك في الظهر او الشيست او في جنب واحد من الجسم او في ناحيه واحده من الوش. كده كلها الهربس زوستر. الفيروس ده هو رخامته انه بيكون فيه سيفير بين في منطقة الفيسيكل أو الفقاعات اللي موجودة، والبين may persist after they disappear، اللي هو البوست ثيرابيوتيك نيورولوجي. ليه بقى؟ لأنه بيأثر على الأعصاب أو بيعمل التهاب في الأعصاب. التريتمنت بتاعنا بين reliever should be given، وفي انتي فيرال must be given orally زي الاسايكلوفير أو السوفراكس لأنه فيروس أصلا، وبيكون في سكين كير مع الانتيسبتيك. نيجي بقى السكين ديزيز اللي جاية من بكتيريا انفكشن. بيقولك إن طبيعي الهيلث سكين ما بيتحصلوش اختلاط بالبكتيريا، ولكن if bacterial disease occur there must be a defect in the skin. يعني مثلا واحد اتخبط اتخدش لو في مثلا حاجة زي السكيبز، ما هو عدد الحشرة عدد أن تنهش في الجلد من تحت، أو إكزيما ناس عندهم جفاف شديد أو مشكلة، أو في مشكلة داخلية زي الدايابيتس او الكيدني ديزيز. ده كلها مشاكل او بتعمل دي بتغير الحقيقة الطبيعي بتاعنا، فيبدأ يحصل انفكشن او عدوى. The disease appear as a small pustule that enlarged and become raised above the skin. تبدأ تطلع وتعلى filled with pus، يكون في صديد and become boil، بيسموها الفيورانكل، صديد أو دمام الكبيرة، and it's possible to spread to another body area of the body. ممكن البسط ده أو الصديد لو جه على منطقة تانية أو اتلمس وينتقل منطقة تانية ممكن يعمل عدوى في المناطق التانية. طيب التريتمنت بتاعنا بتعالج الديزيز that cause skin itch، بنعالج الأمراض اللي بتعمل itching أصلا. لو مثلا حد عنده سكيبس فقلنا هنديله أنتي هيستامينيك، عنده إكزيما فهديله حاجة تعمل إيموليانت أو ترطيب فتقلل الإيتشنج. ثم قلنا بما إن السبب بتاعنا بكتيريا فهعمل له أورال أنتي بايوتيك، وبعد كده هعمل معالج بقى السكين ليجن أو الحاجات اللي عندنا دي بأنتي سيبتيك مطهر زي البوتاسيوم بيرمنجانات، وده تركيزه مشهور جدا 1/8000. وبعد كده ممكن نحط توبيكال أنتي بايوتيك زي الجنتامايسين، ده اسم مضاد حيوي، أو الجنتاديرم
أو فيوسيديك أسيد أو الفيوسي أو فيوسيدين أو أي كريم معروف في الصيدلية. ده مثال لمين؟ للأمراض اللي بتيجي عن طريق البكتيريا. في أمراض جلدية تانية بتيجي عن طريق الفانجل انفكشن. في فانجاي بيقولك ممكن تصيب في سكالب، زي القشرة مثلا اللي بتجيلنا كلنا في الشتاء مثلا، دي برضه ده ضمن الفانجا. أو السكين سيرفيس أو النيلز. في القشرة اللي بتسيب السكيبز أو الفانجاي بيسموه التينيا كابيتس أو الرينج وورم. في لها شكل كده، شكل حلقي، بتكون شكل الحلقة بتبدأ ظاهرة، يبدأ الشعر يقع منها. في نوعين من التينيا كابيتس اللي هي السكالب، اللي بتيجي في السكالب أو اللي فوق، يسموها الإنجليش رينج وورم. ودي بتتقسم إلى 3 أنواع: مايكروسفوريك تايب يسموه الإكتوثريكس، وبلاك دوت تايب اللي يسموه إندوثريكس، وفافس أو الكوريان أو الكريون. دي كلها كام نوع؟ دول 3 أنواع من التينيا كابيتس، خاصة يسموها الإنجليش رينج وورم. أول واحدة اللي المايكروسفوريك تايب اللي يسموها الإكتوثريكس، دي أشهر نوع وبتكون بتيجي في الأطفال الصغيرين في منطقة السكالب. It appears as one or more defined area، تبقى ظاهرة كأنها حاجة مدورة كده، round or oval، مدورة أو بيضاوية في الشيب، covered with small grayish scales، عليها قشرة خفيفة لونها ايه؟ جريش رمادي. الهير في المنطقة دي بيبدأ يكسر ويقع، وبيسيب منطقة حوالي من 1 مليمتر لونج في منطقة السكين سيرفيس. تاني نوع بيسموها البلاك دوت أو اندوثريكس، اللي بتظهر في الأطفال الصغيرين وفي الكبار، وبتيجي في مناطق معينة في الرأس، وسلايت انفلاميشن حوالي منطقة الهير فوليكل أو بصيلات الشعر. الهير برضو بيكسر بيسيب الفروة وبيقع، وبيسيب حتة سموث سبوت كان فوق هنا عليها ايه؟ عليها جريش سكيلز، عليها قشور بسيطة كده لونها رمادي. هنا بيسيب بلاك دوتس من اسمه بلاك دوت تايب، فبيسيب بلاك دوت أو نقط سودا. النوع التالت بيسموه الفافس أو الكريون تايب، ده بيأفكتو برضو الأطفال والكبار، وبيعمل هنا سيفير انفلاميشن. الباقي كان بيبقى سلايت انفلاميشن عشان نميزه ونخلي بالنا منه. لك ريزلت ان كراستس أو سكوتولا أو أبسس، تبقى واضحة أو ظاهرة لو في أبسس أو خارج في منطقة ايه؟ الدماغ. This type destroy الهير فوليكل، بيبوظ الهير فوليكل نفسه لو متعالجش، فلازم العلاج بتاعنا ضروري. وممكن يعمل هير لوس دائم، وبيسيب سكار في الراس أو في أي منطقة اللي هو أصاب فيها، وممكن ما يطلعش تاني نهائي أبدا حتى لو اتعالج. طب ايه العلاج بتاعهم ده كلهم؟ الايزوليت البيشنت وبريفنت فروم كونتاكت، ندي انتي فانجل حاجة اسمها جليزوفالفين تابلت. البيشنت نفسه ممكن بياخد حباية لكل 10 كيلو جرام من وزنه، وبتاخد غالبا بعد الأكل لأنه بيعمل غثيان وقيء وبيأثر على ايه؟ الامتصاص بتاعه. أبلاي الأنتيبيوتيك، أبلاي أنتي فانجل ولا أنتيبيوتيك؟ لأ، هنحط هنا أنتي فانجل. أنتيبيوتيك مينفعش، لأ أنتي فيرال مينفعش، لأ، يبقى لازم نخلي بالنا. زي حاجة اسمها الميوكونازول أو الدكتارين أو التيكونازول أو التيروسيد، دول موجودين في الصيدلة. في حاجة اسمها الفافس أو التينيا فافوزا، دي بتيجي برضو في الأطفال وفي الكبار. في الذكور والإناث characterized by dry brittle يلو كولر. هناك كانت جريش كولر، لكن هنا يلو كولر raised edges وديبريست في السنتر لايك سكر، أو ولها distinctive odor، فلها ريحة مميزة جدا. الهير كولر تشينج وبيكام داستي، كأنه عليه تراب أو غبار، ولكن الشعر نفسه مش بيتكسر أو بيصيبه حاجة. if the treatment neglected، اللي هيحصل برضه هتعمل destruction للهير فوليكل، وهتسيب سكار والشعر مش هينمو مرة أخرى. التريتمنت زي التانية كابتس اللي فوقها، ومحتاج نعمل ريموف اليولو سكراست بتاعنا عن طريق ساليسيليك أسيد أوينتمنت، دي حاجة مميزة.
المرة الجاية إن شاء الله هنكمل الفانجاي اللي affect السكين سيرفيس.